تخترق دفاعات الفريق الأوزبكي، لكن حينما يتقدم إلى الأمام علينا أن نستغل الكرة المرتدة السريعة. كرة من جانب جيباروف أمامية خطيرة. الهدف الأول للوكوموتيف أوزبكستان بالهدف الأول. جيباروف الكرات العرضية الخطيرة جدا، هذه الكرة هنا التأخر في التغطية، وأسلوم توتايف يستغل هذه الكرة ويسجل الهدف الأول. 1-0. لن تكون النهاية، لن يكون هذا الهدف أكيد طبعا أتصور أنه يكون محبطا، لأن العودة ربما تكون أقوى، ربما تكون أقوى في الدقائق القادمة. فريق الأوزبكي يدافع دائما، يتقدم بين الحين والآخر، استغل هذه الكرة ثابتة وهذا الخطأ في التغطية وبالتالي سجل. 1-0 لمصلحة لوكوموتيف. كل لاعبي الهلال يتراجعون للخلف للتغطية. جيباروف دائما عند الكرات الثابتة لمصلحة لوكوموتيف طاشقند، والأوزبك يريدون هدف ثاني. جيباروف عرضية وخطيرة وجول. وصل لوكوموتيف هنا الكرة وهنا اثنيان يتفرج، يعني كان من الممكن أن يخرج من مرمى، والله بعيدة لكن كان من الممكن يخرج من البداية. يبعد الكرة، وصلت إلى فويزييف الذي ربما مع سعود كريري كان في هذا المكان. وصلت الكرة للمرمى مباشرة وسجل لوكوموتيف هدفا ثانيا في مرمى الهلال. 2-0 الموسم، يعني ربما أقول أن المدير التنفيذي عليه أن يتدخل، عليك أن تعطي قرارات صارمة.